احلى خروجه دي ولا ايه؟ خروجه يعني ان قلت لكم ساعه، يعني بتهيالي انا مش عارفه احنا قعدنا ساعه ولا ساعه ونص. بس هي والله كانت خروجه سريعه جدا جدا جدا، وكان دمها خفيف، وقعدنا قعدتنا الحلوه. اخويا قال لي ايه، تعالي بدل ما انت مخنوقه انت والاولاد وما بتخرجيش وما بتروحيش لهنا ولا هنا، تعالى ما امشيكي شويه ايه بالتوك توك كده وايه، ونتمشى ونشوف الدنيا ونشرب كيس عصير قصب ونيجي. وفعلا بالفعل ده اللي حصل والله. فحبيت ان انا يعني ايه اغير لكم في الفيديوهات، يعني اوريكم اجواء بسيطه كده، يعني ايه اجواء متواضعه خالص، بس حبيت ان انا اوريها لكم برضو واقول لكم انا بعمل ايه في يومي. إيه، وقلت زي ما انا اتبسطت ابسطكم معايا. بس طبعا كل اللي انا طالباه من حبايبي، متنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير تكونوا في احسن حال. وطبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه على دماغي، واخواتي وعيلتي التانية، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي طول العمر. هنا طبعا زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، اخويا قال لي ايه تعمل فسحك ايه، يعني فسحه بسيطه كده يعني، ومش مكلفه بمعنى اصح، يعني حاجه بسيطه كده. فانا قلت ايه اصور لكم بقى الطريق كده ونروح، بس كانت الدنيا عتمه. بس انا قلت برضو ايه هعيشكم الاجواء اللي انا عشتها في اليوم ده. بس هو والله كان يوم جميل ويوم دمه خفيف، وضحكنا وهزرنا وكده، وكان يوم زي العسل. وطبعا بعد ما خلصنا يومنا عملنا ايه، رحت ابص على ماما. بعد ما خلصنا يومنا ده ماما بيتتني، يعني بيتتني انا واخويا والاولاد وكلنا مع بعض، يعني بيتنا في اليوم ده. وهنا بقى كنا بنغني شوية اغاني، اسمعوا بقى الهبل بتاعنا. انا الثمانية ما دغدغني، بنضحي بيا ومستغني، لما ضحكت لي الايام سابتني علشان تلدغني. فهمها الدنيا كبرت اسفهمها، الحزن عامل فيها شقيق والفرح عامل من دمها. يلا سافي، ايوه كده. الدنيا عامله معايا الغلط، عملت ايه؟ ابدا حياتي غلط، الدنيا عامله معايا الغلط. عامله حكايه البوم ما كنتش عارفه ولا جاتي. انا الثمانية ما دغدغني، ده مضحي بيا ومستغني، لما ضحكت لي يلا يا بابا ضحكني علشان تلدغني. وهنا طبعا كنا وصلنا المكان الجميل ده. طبعا انا مش هقول انا فين بالظبط، بس اكيد الفيروزة اكيد انتوا عارفين هي فين بالظبط ومكانها فين. هنا بقى كنا احنا قعدنا عند النافورة دي. مكة وكيان من ساعة ما شافوا النافورة دي وهم عايزين ينزلوا في قلبها، مفكرين ان هو راس البر دمياط الجديدة. المهم ان كيان تقول لي ايه ماما انا عايزه انزل في قلبها، اقول لها ما ينفعش، تقول لي لا انا عايزه انزل في قلبها. يا بنتي ما ينفعش. هنا بقى حبيت ان انا اوريكم يعني اجواء بسيطه كده، قعدنا شويه هنا زي استراحات كده، قعدنا هناك. وحبيت اوريكم المنظر الجميل الروعه ده. بجد بلدنا فيها حاجات كتير جميله، بس احنا اللي ما بنخرجش وما بروحش ولا باجي ولا بروح هنا ولا بروح هنا. يعني فرصه كده لو انا خرجت رحت في مكان اصلا. هنا بقى شوفوا مكة وكيان مش عايزين يتحركوا من جنبه، رغم ان اخويا قال لهم قوموا علشان نمشي، مش عايزين يمشوا عشان يقعدوا جنب النافورة. بس والله هو كان يوم جميل وقضينا يوم حلو. والمهم ان انا فرحت الاولاد، يعني خرجتهم طبعا عشان عارفين ان باباهم مسافر، فما بيخرجوش، يعني ان راحوا عند تاتوتهم راحوا، غير كده ما بيروحوش في مكان. فحبيت ان انا يعني ايه اهو عليهم شويه كده واخرجهم واخلي مزاجهم حلو، مع ان لا كان في مراجيح ولا اي كلام من ده. احنا فسحناهم شويه كده زي ما انتوا شايفين. والله العظيم انا مصوره لكم كل حاجه. هي كانت ساعه زمن بس قضيناها يعني ايه فكت عن نفسنا شويه يعني. هنا بقى مكة كان بتشكل وعايزه ايه، وعايزه تنزل في قلب النافوره. يا بنتي ما ينفعش، مصممه ان هي تنزل في النافوره زي ما انتوا شايفين اكيد. طبعا يا حبايب قلبي اللي لسه معايا لحد هنا ما ينساش يحط لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. هنا طبعا كيان ومكة قالوا له احنا عايزين عصير قصب يا خالو. طبعا هنا كان واقف بيجيب لهم عصير قصب، بس كان في فيديوهات تانية بس هو اللي مسح، ما بيحبش يظهر معايا، فعشان كده هو اللي شد التليفون من ايده ومسحها. كان في فيديوهات والله حلوة كتير بس هو مسحها والله. هنا كيان كانت مستنظرة العصير القصب ويا ريتها شربته، والله ما شربته،
سابته في الاخر. يومها قال، قلت بقول له شكرا يا اخويا على الفسحه الحلوه دي. بيقول لي ايه، انا شربت الكاس عصير قصب، انا ما رضيتش اجيبها لكم في الفيديو المنتجه. بيقول لي انت المفروض تشكروني من هنا لحد ما نروح البلد. عشان عصير القصب. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك، والله كان يوم زي العسل، وكله كان ضحك بقى واغاني وكلام من اللي انتوا عارفينه ده. هنا طبعا كان ما كانتش راضيه تشرب وكانت متضايقه، ده هي كانت واقعه اصلا وشها ازرق زي ما انتوا شايفين، كانت بتتنطط وكده، ربنا يهديها والله، وقعت على الارض اتخبطت خدها كله ازرق. هنا بقول له شكرا يا اخويا على العصير، هنا ساعه ما كان بيقوم. والله هو كان يوم جميل، وباذن الله هتشوفوا مننا فيديوهات كتير جميله باذن الله. وفي مرحله كده انا داخله عليها باذن الله، بس هخليها لكم مفاجاه. يعني في فيديوهات هتنزل كتير اليومين الجايين، بس ادعوا لنا بس كده في الكومنتات، ويا ريت ان انتوا تدعوا لي يا جماعه ان انا ربنا يبعد عنا اي حاجه وحشه، ويوقف لي ولاد الحلال، ويهدي لي حالي ويهدي لي نفسي. يا ريت اتمنى منكم ان انتوا تدعوا لي في الكومنتات، واتمنى ان انتوا ما تطنشوش الفيديوهات بتاعتي. يا ريت ان انتوا تشاهدوا فيديوهاتي وتتابعوني يا حبايب قلبي. انا كل اللي انا طالباه منكم ان انتوا تتابعوني. هنا اخويا كان بالشكل معايا عشان بقول له اشكر، انا بشكرك على كاس العصير، بقول له افضل اشكرني من هنا لحد ما نروح البلد. يعني في حد يقول هو اللي خدني فسحني وفي الاخر يقول لي انا عايز فلوس البنزين؟ يعني يرضيكوا كده يا جماعه يعني؟ طب انا ذنبي ايه؟ انا كنت قاعده في بيتي كافيه خير شر، هو اللي قال لي تعالى اما اخرجك شويه، يبقى هو اللي يتحمل المسؤوليه ولا لا؟ انا ماليش دعوه، هو اللي يتحمل بقى. طبعا انا كنت جبت فاكهه طبعا من هناك، الفاكهه هناك رخيصه جدا عن المكان اللي انا فيه، يعني كنت جايبه نصاص كده بس. هو كان يوم جميل، والبلد اصلا دي جميله جدا جدا جدا، وروحها حلو قوي قوي قوي، وكل حاجه فيها موجوده، كل ما يخطر على بالكم موجود فيه. هنا طبعا كنا احنا خلاص بقى مروحين، هنا بقى كنا مشغلين الاغاني وقاعدين نغني ويسقفوا، فطبعا ما ينفعش ان انا اجيب كل ده، انا جبت لكم لقطه بسيطه خالص في الفيديو. اتمنى منكم يا اخواتي وحبايبي ان انتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتكون خفيفه على قلوبكم وتحبوا فيديوهاتي يا حبايبي. هنا بقى كانت قاعده تبص في خالها وهو سايق. وادعوا لاخويا يا جماعه، ادعوا لاخويا بالذريه الصالحه ومراته، ربنا يرزقهم بالذريه الصالحه يا رب، ويديلهم على قد نيتهم يا رب، اللهم امين. هنا كان هم بيحبوا كيان جدا وبيحبوا مكه جدا، والاولاد بيحبوا، ربنا يا رب يخلوه لهم ويبارك لي فيهم هما الاتنين وما يحرمنيش منهم ابدا. هما التلات، مكة وكيان واخويا وطبعا ومراته وكده. كفاية ان انا كنت قاعدة مخنوقة ومتضايقة، وهو قال لي تعالوا وانا اخرجك، عشان هو كان حاسس بيا ان انا اصلا ما بخرجش ولا بروح في اي مكان، يعني انا في البيت دايما 24 ساعة، يعني عندي اكتئاب كده مع نفسي. هنا بقى كنا احنا خلاص مروحين، رايحين عند ماما. ساعتها بقى بيت عند ماما بقى ما روحتش، ماما قالت لي خليكي يومها بيتنا بقى، وجانا النهارده، فحبيت ان انا منتج لكم بقى الفيديو، لان طبعا اتاخرت عليكم كام يوم مفيش فيديوهات، بس سامحوني غصب عني، التأثير بتاع الفيديوهات ده بيبقى غصب عني والله يا جماعه. بس انا كل اللي انا طالباه من اخواتي، اتمنى ان انتوا تشاهدوا من الفيديو وتكون الفيديو خفيف على قلوبكم يا حبايبي، وتحطوا له لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا رب يكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم يا حبايبي. باي.